الشناوي يتفوق على محمد صلاح باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. تفوق محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونجم منتخب مصر على النجم محمد صلاح لاعب منتخب الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في التصويت على جائزة أفضل لاعب عربي، والذي أطلقته قناة CNN للتتويج بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020، حيث ظهر في قائمة التصويت كل من محمد صلاح ومحمد الشناوي وسالم الدوسري نجم الكرة السعودية والذي يلعب في صفوف نادي الهلال، والمغربي عبد الرازق حمد الله لاعب النصر السعودي. وتصدر التصويت سالم الدوسري بنسبة 41.5%، بينما جاء محمد الشناوي في المرتبة الثانية بنسبة 32.3%، متفوقا على كل من عبد الرزاق حمد الله الذي حصل على نسبة 20.6%، ثم محمد صلاح الذي حصل على نسبة 5.5% فقط. وتألق محمد الشناوي بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين بعدما شارك في الموسم قبل الماضي مع منتخب مصر في مونديال روسيا وظهر بمستوى طيب، بينما قدم موسما استثنائيا مع النادي الأهلي بعد التتويج مع الفريق الأحمر، وهو مرتديا شارة الكابتن بالثلاثية دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز وكأس مصر. وتحدثت عدد من التقارير عن وضع الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني خطة الخروج من نادي الريدز خلال الفترة المقبلة، بعدما بات على رادار ناديي ريال مدريد وبرشلونة بعد التألق الكبير في الفترة الماضية بقميص نادي ليفربول على مدار السنوات المنقضية التي حقق فيها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.